بالحمار اللي كلفك انت تقدم البرنامج او المعد هذا من هو؟ يعني اول مره اشوف ناس تطاققون يلا بالاستوديو. نسجل. يلا. انا اللي الشرها على اللي دق لي تلفون، لو ادري انت مقدم برنامج كذي ما جيت. مع اصلا انا ما عندك سالفه، ولد امس بتعلمني انا شو بقول وش بمثل. والله انا خايفه يعني اطلع من دوري واحوك كيف اخليك تعرف وين الدنيا. لا تخلينا في الادبي، اشيلك الحين واحذفك برا. ابي زوجي، ابي ابوي، ابي امي، ماني قادره، لا مستحيل. خلي الميكروفون يا صبيه اطلع فيه. جيبوا اسئله عدله، الواحد يقعد هذا يرد عليها عدل كذي. انت قاعد تعطي دافع حق الناس انه يقولون لنا صدق، هذا راح يصدقون الكلام. يا ربي والله العظيم رب الكعبه سؤال عجيب. سؤال ذيبي يا اخي، بيسوي دمه خفيف بالغصب. انت ترى تدري انت الحين اللقاء لازم مو حلوه ليان قدام الناس. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع صادوه. ضيف حلقتنا الليلة عبد الله هلال، والشهير في بوهلان. ومثل ما توقعنا ما قدر يتحمل تطفل أسرة البرنامج. تابعوا معنا الحلقة وشوفوا ايش صار. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع كل يوم نجم. اليوم الحقيقة معانا فنان ممثل استطاع من خلال فترة بسيطة أنه يكون قاعدة جماهيرية. رحبوا معاي فناننا وفنانكم الفنان بوهلال. يعطيك العافية بوهلال. الله يعافيك. شلونك؟ الله يسلمك. بوهلال، ما كنا أنا بسرعة قلتها مو؟ ما ادري يعني انت حد الدوس الله يهداك. ما وراي شيء، انا قاعد يعني بريحاتي انا وياك وعلى الراحه نعيد. عشان المشاهد يفهم. أنا حسيت كذي ما ادري تقول لحقتك دوريه الله يهداك. يلا نعيد. عليك دوام. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع كل يوم نجم. اليوم الحقيقة معنا ممثل شاب استطاع من خلال فترة بسيطة أنه يكون قاعدة جماهيرية. رحبوا معاي فناننا وفنانكم الفنان بوهلال. يعطيك العافية. الله يعافيك. شلونك؟ انت كل شوي بتقول لي الله يعطيك العافيه. بوهلال، متى كانت بدايتك؟ كانت بدايتي عام 1900 وما في احد. بدايتي طبعا يعني قلت لك انا قبل شوي ان بدايتي برنامج فضائيات ما يقارب 4 سنوات ويا فنان داود حسين وفنان انتصار الشراح، فهذا كان تعريف لابو هلال. الو، دقين بيجر؟ لحظه يا لطيف. الموت الحمر، قطعه، كيكه، العيون عدسات، هالوسع، الشعر كاريه، اشكر وانت ايش درك؟ قلبي كاشف، خليك على الويتنك. الو، شلون قدرت تقلد المذيعة منيرة عاشور؟ وشلون قدرت تتقمص شخصيتها؟ وشلون تقلد مرة بالنهاية؟ يا حبيبي برنامج فضائيات انا ما قلدت منيرة عاشور، قلدتها بسهرة اسمها محطات. حلو. فطبعا كاركتر معين نواف الشمري المخرج قال لي طبعا الممثل يعني بحد ذاته انه لازم كل يوم يلعب كاركترات، كاركتر هندي، كاركتر مرة، فاعتقد ما في اي اشكال يعني الممثل لازم يكون متنوع يعني. حتى مرة شو المشكلة يعني؟ اهلك ما تضايقوا لما شافوك انك تقدم دور مرة؟ مو انت شكو اذا عائلتي محافظة يعني اتحجب يعني؟ ما ادري عنك تقول عائلتك شو انت بالعائله الله يهداك ودشيت لي موضوع من خوالك كم معاشك. انت حبيبي جابني هنا تسالني الله يخليك، تكفى الله يخليك ما يخالف. ها حاضر. لا تدشني مواضيع العائله وما العائله لان انت رحمه امرئ عرف قدر نفسه، خل العائله بصوب. كثير من النجوم صنعها الاعلام اصبحوا بالونات فارغه، فلماذا لا تحاربون انتم الفنانون هذه الظاهره؟ بالونات فارغه زين اوكي، شكو انا اكمل فراغ ولا ما في اختيارات؟ شنو سؤالك يعني؟ ليش؟ المطلوب مني يعني تحترم نفسك، تكون مهذب. انت رجل مذيع قاعد تطلع للناس بصوره حلوه وتطلع اللي وياك، انا مو جاي اتمسخر حبيبي هني بابا. محشوم. اوكي محشوم قبل لا اشوف وجهك. محشوم. اوكي انت ليش معصب؟ ما ادري عنك بالونات فارغه وما ادري شنو مدششني مسابقه اطفال الله يهداك. هل يمكنك ان تكون النجم الاوحد في عمل مسرحي كوميدي؟ هل يمكنك ان تكون النجم الاوحد في عمل مسرحي كوميدي؟ ايش رايك انت؟ ما ادري انا تصدق محتار انا بالسؤال هذا، اجابته ممكن اصير وممكن ما اصير. كيف الناس يعني هم عارفين ان اذا انا عندي استطاعه ان اقدم نفسي
بس ما وصلت الى مرحله ان اشيل العالم اللي تحكم. نرجع حق محور حديثنا. أين أصبح المسرح من القضايا السياسية الراهنة خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر؟ نعم. هلا. من صدقك انت؟ إيه. شكل المسرح باحداث سبتمبر. سياسه؟ أحداث شنو؟ ما ادري عنك، سبتمبر وديسمبر ومارس، شكو يا بابا شايفني ارهابي. هل تعتقد بأن هناك مسرح سياسي ومسرح غير سياسي؟ شنو الفرق بينهم؟ صدقك انت؟ صعب بعد؟ لا غششني بعد، ابرشم انا الظاهر شايفني مبل. شكو السياسي باللي مو سياسي، الله يخليك. انت مو ممثل. لحظه يا يبا، انت جايبين لي طفايه هني ما شو طفايه؟ عاد اقول لا تقول طفايه، لا تقول لي السوالف هذه. والله العظيم. ترى عكوفنك هني عاد. لا تقول لي عاد مذيع والله. ما مذيع. ترى انا احترمتك بما فيه الكفايه. عاد هني امردغك ترى. يصير الدم. لا تقعد احط نظاراتك هذه افتح بوجهك محطه بنزين. لا عادي يبا الله يخليك ارتاح بس، الله يخليك خلني ارد بيتي. يلا اوكي. تكفى يا ليت كوكلي ها. البعض يرى بأن السياسة تتمثل في كل شيء حتى في تناول الطعام، فما رأيك؟ يا ليت سؤال اخف منه يعني. انت شكلك ما تبي تتكلم بالسياسة، خايف ما ادري ايش موضوعك. ما ادري انك موصينك علي الظاهر. بلد يا يبا انت الظاهر بتسجني، انا شاكو بالسياسه الله يخليك. انت محارب في المسرح وارادوا قتل موهبتك عند ولادتها، فمن هؤلاء؟ يا ليت سؤال على قدي اخف من كذي. الدراما الكويتية في حاجة لكاركتر مثلك، ولكن طريقك مسدود مسدود مسدود، فما السبب؟ هذا السؤال ايه ما في اخف منه بعد. مسدود، ما في تحويلات ولا شيء ولا طلعات ولا كوبري ولا لا مسدود، انا اللي عندي مسدود. ولا اتجاه اجباري. لا. ايش معنى؟ لان انت سادة تحاول تسد دايم. شوف لي سؤال اخف منه يا ليت. اخف شيء عندي شو اسم ابوك؟ من صدقك انت؟ في احد ما يعرف اسم ابوه؟ ما تغلط على الضيف. اي خلاص ان شاء الله. ايش فيك مثلا؟ انت معد البرنامج ولا المخرج ولا شنو؟ المعد انا اسف، اسمح لي. الله يخليك يعني. علينا يبا. شنو هذا الموضوع هذا؟ اسمح لنا احنا اسفين. محمد سؤالك هذا ثعلبي. اي غيره يا اخي. اسدي مو ثعلبي. صح. اسفين حقك علينا. اسدي. اسفين ابو فلان. اوكي. سؤال ذيبي يا اخي بيسوي دمه خفيف بالغصب. هل تعتقد ان ازمتك مع الاعلام لها علاقه بالابعاد النفسيه للظاهره الشلليه التي ولدت في القرن العشرين؟ ازمتي؟ شوف لي السؤال اللي بعده. ابو هلال، انت محظوظ ام منحوس فنيا واجتماعيا؟ لا في احد بيقول عنه نفسه منحوس؟ اكيد محظوظ، بس يمكن منحوس اني وياك. شنو رايك في الحب؟ كم مره حبيت؟ وش كثر راح تحب بعد؟ اعتقد عيب السؤال هذا. طبعا كل انسان له مطرب مفضل ومطربه مفضله. منو مطربتك المفضله ابو هلال؟ بالتاكيد المطربه والفنانه شاكيرا. هل تهتم بكشختك خصوصا انك غير وسيم؟ طبعا اوف كورس. الشابي بعين امه غزال، هذه حكمتي ولازم تتعلم منها انت. ماذا يمثل لك الفنان الراحل يوسف وهبي؟ رمز بالفن. انزين، جورج ابيض وعزيز عيد وعلي الكسار. معي مقاول يشتغلون هذول. اما البنا هذول ولا نجارين ولا الله يخليك. الله يخليك الله يخليك. عطني اسماء فنانين. اللي قدامك مو يشتغل بصالون حلاق، فنان. يبا ستوب. جورج ابيض وعزيز عيد. يا اخي اقول الله يخليك، ما عندكم مذيع غيره؟ تكفون لو تدزونه مسج. علي الكسار هو اللي طلع يا بابا. يا علي الكسار جايب لي ناس يكدون بتاكسي المطار، معطيني اسماء. السباحه، تعرف تسبح؟ ما عندي خبر من السباحه، انا احب ركوب الخيل. القراءه؟ لان شايفني صبوره مثلك، القراءه لها مجال ثاني.
أصعني شيء بالفن. ابو هلال يقولون ان في قرابه بينك وبين الفنان المرحوم الضيف احمد. من بعيد. من بعيد كم كيلو يعني؟ كم كيلو؟ شلون ممكن من بعيد؟ يعني شو يصير لك بالضبط عشان الناس تفهم يا ابو هلال؟ انت قاعد تحاكيني بالشفره يبي لك يبقى علاقة حريم. اوكي السؤال اللي بعده. ابو هلال متى تعتزل الفن؟ مو مفكر الآن. مو مفكر، إذا فكرت أعطيك خبر. زين دق لي بيجر. اوكي. اعتبره مثلا احتاجوك مثلا مسرح شغله. حبيبي قوم شيل باصك. ها؟ قوم شيل باصك اللي تحت خلصني. هاي باص. الباص اللي صار تحت. عفوا انت لا يكون الباكستاني اطول رجل بالعالم. لا بالنسبه لك يلا قوم. انت شايفني انا كلي هالطول تقول قدو باص هذه وين؟ مشكله هالطول سوق باص. لا يا بابا روح. انا عندي يلا تفضل. توكل على الله. توكل على الله يا حبيبي. توكل على الله. انت قاعد تكلم فنان محترم. انت ايش تبي مع نظارتك؟ الله يخليك بمشي انا. يلا اوكي. رجاء انا بعد بمشي. الله يخليك. خليني اقول لك شغله. رجاء خلوني محترمكم ومقدركم. حبيبي انت. لا تقعد تسوي لي سوالف. حبيبي انت. تسوي لي زحمه والشارع فاضي. باص ما باص ما ادري. حبيبي يلا بتوكل على. بقول لك شغله حبيبي. نعم كأنك نقاط. ستوب تصوير رجاء. يلا بمشي. اوكي خليني اقول لك شغله. نعم شنو تقول لي؟ كنت معنا ضيف في برنامج اسمه صادو، وكل اللي مسوينه هذا كان داير والكاميرا دايره. اوكي؟ الحين داير؟ السنه هذه. صدق والله؟ ايه. نعم خيرك. شنو هذا؟ مسوي لي هذا داش علي اطول واحد. ليش؟ لحظة. عاد مدشش واحد اكثر مني. قوم وقف يمه. صدق والله؟ والله كني 101 الحين. لا الحين صار 100. لا ارش عليكم. لا تكفى. الحين داير يعني صدتوني. حبيبي ابيك تقول كلمه حق جمهورك. اتمنى ان الجمهور ما يفهمني غلط، وصراحه ما ادري ايش اقول، ومشكور انت ومشكور اللي قاعد الباص. بطلع الباص. ها جاني على الاقل قول لي شغله حلوه. باص قول سلملم. نشكر الفنان ابو هلال على الرقم ما وخر باصه عني. لا تنسون تابعونا في الحلقه الجايه. سلام. الغرب يصنع طائرات وصواريخ، والشرق الاوسط ضاع نفطه بلاشي. حطوا لهم في صفحه العلم تاريخ، وحنا ماضينا نعيد النقاشي. تصدق تحسسني شنو؟ ان كأنك مذيع مخضرم صار لك 100 سنه زين وانا ما صدقت. لا حشا. جيت اشتغل معاك. انا ريال مريض. توني طالع من المستشفى. سلامتك. ما فيني شده تعافر وهذا. احنا فنانين. حلو. وعيب اللي سويته ويانا. اوكي. انزين. المفروض ان تحترمنا. اوكي. انزين. واي شيء عند الاخ. لا تعطيني ومو شغلك وذل في عيني. زين ترى خلاص وصلت معك. نعم احترمي نفسك عاد. لا. حيت عنك احتراما لمحمد عاد. انت يا تسال اسئله محترمه يا خلاص. هذا اللقاء انا ما ابي ولا اني مجبور عليه. الظاهر الاغنيه اللي غنيتها يا ابراهيم عجبت لي براسي هذه. تفضل نكمل ونمشي احسن. الله يخليك. ترى والله العظيم اسكت ما شاء الله اسكت. داش علينا شراع ويدافع. ولا انا حاكيتك اخوي. الناس مو عاجبينك يعني. لو سمحت. لا مش هاود مش كل شويه يرد على الموبايل هو. خوش. ايه بس. واويله. يلا. يا دير بالك اي مكان تلقانا كل زمان. دير بالك اي مكان تلقانا كل زمان. صادو